اراده تحمل المسؤوليه. خلاص ما بقتش لوحدك. يقول لك ايه، انا خلاص انا رايح اكل بره وراجع ما اعرفش ايه وراجع باصحابي وداخل بكذا ويخش البيت، يخش يقعد في الاوضه انت ما بقتش لوحدك. انت فاهم؟ على فكره اقول لك والله العظيم احنا بنتفاجئ. انا بص انا هكلمك ازاي. بص والله العظيم احنا بنتفاجئ. يعني انت بتبقى امبارح داخل عادي البيت فاتح، دخلت جوه بص لهم سلام عليكم ايه الاخبار، تقوم داخل قافل وقاعد لوحدك عادي. يعني بعدها بيوم تبقى داخل البيت معاك حد اللي هو انت مين. بس انا ببقى فرحان حلو اول يوم بقى واول اسبوع بتاع. بعد فتره كده مين دي؟ ما انا داخل قاعد لوحدي، مين دي؟ تمام. وتقول لك انا تعبانه وعايزه اروح للدكتور. ايوه ايه؟ ما انا مش دكتور، ما تروحي للدكتور. هو يعني ايه يعني اعمل اكسبت لا انزل وديها للدكتور. انت ما بقتش لوحدك. انت فاهم؟ يعني انا عارف ان الوضع بيبقى في الاول غريب، بس هو ده بقى الشخص المسؤول.